معاشر الفضلاء، لئن قرت في الأيام السالفات الفاضلات عيون وصفت قلوب وانشرحت صدور، فذلك فضل الرب ونسيم القرب حين أقبل العباد عليه وتقربوا بالطاعات إليه. الإيمان والطاعة غاية الغايات ومستودع البشائر والمكرمات، والسير إلى الله وتلمس مراضيه جزاء معجل وافر ونعيم كريم حاضر، والمؤمنون هم أحسن الناس حالا وأهنأهم بالا. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ألا ما أجمل الطاعة تتلوها الطاعة، وما أحسن الحسنة تعقبها الحسنة. إقامة فريضة ولزوم سنة وذكر لله تعالى.